كسبنا 3-1 وصعدنا، وعمرو جمال حط جولين والسعيد جاب جول، وكمان ندفد منزلش في التغييرات. والنبي يا جدعان حد يطمني على البدري عشان انا كده قلقت عليه. دخل الاهلي ماتش القطن بخطه اللعب المعتاده وهي 4-2-3-1. في حراسه المرمى شريف اكرامي، 4 في خط الدفاع احمد حجازي وسعد سمير في القلب، على يمينهم احمد فتحي وعلى شمالهم علي معلول، 2 في وسط الملعب عمرو السولية وحسام عاشور، قدامهم 3 في القلب عبد الله السعيد، على يمينه مؤمن زكريا وعلى شماله جونيور اجاي، تحت غزال وحيد عمرو جمال. لما نشوف حسام عاشور في اول دقيقتين من الماتش بيوصل لحدود منطقه جزاء القطن ومكمل مع الهجمه وعامل ربط مع اللعيبه، وكمان بيحاول يعمل باص في عمق دفاع القطن، مع ان ادوار حسام عاشور هي ادوار دفاعيه بحته. ولما نلاقي سعد طالع يقطع الكره من بعد خط نص الملعب، يبقى دي كلها مؤشرات ان اللعيبه عارفه اهميه الماتش وان مفيش بديل عن الفوز، وان دي اخر فرصه لعدد كبير من اللعيبه. لعيبه الاهلي من اول دقيقه وهم عندهم الرغبه انهم يخلصوا الماتش من بدري، والكلام ده كان باين من الاداء والروح والاندفاع الهجومي اللي كان بيلعب بيه الفريق من بدايه الماتش. في الوقت اللي اتجاه اللعب كله ناحيه جول القطن، وبعد ما ضيعنا كل الفرص اللي جات لنا عشان نتقدم، وعلى عكس كل حاجه بتحصل في الماتش، قدر القطن من هجمه مرتده انه يجيب جول. هجمه ب3 لعيبه من القطن وسط 6 لعيبه من الاهلي كلهم واقفين غلط بما فيهم شريف اكرامي. علي معلول اللاعب سرق في ظهره، وحجازي ما كانش مغطي علي معلول. سعد حلق على لاعب القطن وما ضغطش، وفتحي كان بطيء في التغطيه العكسيه واللاعب وصل للكره قبله. والسولية وعاشور كانوا متاخرين في الارتداد، ده غير طبعا اكرامي اللي كان طالع بره جوله، وهو ده اللي خلى الكره تتسقط فيه بالشكل ده. يعني نقدر نقول ان اخطاء الدفاع كلها اتجمعت في لعبه واحده، فكانت النتيجه القطن 1 والاهلي 0. بالرغم ان القطن حط فينا جول في البدايه، لكن كل واحد اهلاوي كان بيتفرج على الماتش كان حاسس ان الاهلي قادر انه يرجع ويعوض وكمان يفوز بالماتش. والحقيقه ان الشعور ده كان عند كل الناس، لان اداء الاهلي هو اللي بيقول كده. الاهلي من اول لحظه وهو ماسك كوره واخد الاستحواذ وبيعمل كل اللي هو عاوزه، واللي كان مطمني اكتر هو ان استحواذ الاهلي كان ايجابي، وكانت اغلب باصاتنا بطول الملعب وفي اتجاه الجول. الاهلي كان بيعمل ضغط عالي وجماعي ومنظم، وما كناش مديين لعيبه القطن اي فرصه انهم يعملوا باصتين على بعض، ومن الضغط قدرنا نقطع اكتر من كوره ونعمل اكتر من هجمه. حرفيا الاهلي كان بيلاعب فريق لعيبته كلها كانت بتجري ورا الكوره. لعيبه القطن كانوا بيسيبوا مراكزهم والواجبات المطلوبه منهم، وكانوا بيجروا ورا اللاعب اللي معاه الكوره، فريق ولا يعرف حاجه عن الفنيات ولا سمع اي شيء عن التكتيك. اما على المستوى الهجومي فالاهلي كان بيلاعب فريق اقصى طموح ليه انه يعدي دايره نص الملعب وبعد كده يشوط الكوره، وزي ما انتم شايفين كده شوطه اي كلام، ولو اتعملت 1000 مره من نفس المكان وبنفس الطريقه مش هتيجي جول غير في الحلم. ورغم كل ده وبالهجوم ده قدروا انهم يحطوا فينا جوال. الاهلي كان عنده انتشار بطول وعرض الملعب، وكانت دايما الكره التانيه بتاعتنا، وكانت اي كره بتترد من اي حد في اي حته كانت بتلاقي لاعب من الاهلي. وكان عندنا تغيير في مراكز اللعيبه في التلت الهجومي، فكان من الصعب على لعيبه القطن انهم يراقبوا اي لاعب او انهم يقفلوا دفاعاتهم قدامنا. كان واضح ان في تعليمات للجناح اليمين مؤمن زكريا وللشمال جونيور اجاي انهم يضموا لقلب الملعب عشان يعملوا كثافه عدديه جوه منطقه الجزاء. مؤمن واجاي لما كانوا بيدخلوا لعمق كانوا بيسحبوا معاهم المدافعين وبيفضوا مساحه لانطلاقات فتحي ومعلول على الاطراف، وكانت النتيجه كميه عرضيات ما شفناهاش للاهلي من فتره كبيره. ده غير ان بيكون عندنا اكتر من لاعب جوه المنطقه، فبتكون فرصتنا اكبر ان لاعبتنا هي اللي توصل للكوره. اجاي بتظهر خطورته لما بياخد الكرة ويجري بيها، لكن لما بيقرر يقف في الكرة ويطول بيها في رجله بتتقطع منه، فلازم اجاي يكون اسرع في التحرك وفي التصرف بالكرة، لانه لما بيتاخر بيها بيكون السبب ان هجمات كتير بتروح مننا وبتترد علينا بهجمات خطيرة. اجاي عنده مشكلة في اي حاجة ليها علاقة بالنهايات، سواء في نهاية هجمة او حتى وهو بيعمل باص غير تقليدي. والحقيقة ما اقدرش اقول ان المشكلة دي ليها علاقة بالمدير الفني، لان عارف ان المشكلة دي في جونيور اجاي نفسه. حتى وانا بتفرج عليه مع منتخب شباب نيجيريا كان موجود عنده نفس العيب، لكن كابتن حسام البدري يقدر يعالج جزء كبير من المشكله دي في التدريبات. وبعدين ايه يا عم اجاي اللي انت بتعمله ده؟ ينفع تشنكل المؤمن وهو بيجري كده؟ بقى دي حركات برضه؟ مش هو ده الماتش ولا هو ده الدفاع ولا هو ده الحارس اللي يخلونا نقدر نقول ان عمرو جمال رجع لمستواه، لكنها بدايه ممكن نبني عليها عشان يرجع يستحق لقب الغزال من تاني. عمرو جمال في الجول الاول نزل واستلم ولف وشاط، وكلها قدرات وامكانيات بتاعت مهاجم لسه عنده كتير، بس محتاج يشتغل على نفسه اكتر. وطبعا ده بغض النظر عن جول القطن اللي ما ينفعش يقف حارس على مراجيح مولد النبي. الجول التالي للاهلي تحس وانت بتتفرج عليه انك مستقنيص، جول بيتلخص في 1 تو هين وشوطه. ال1 تو الاول كان بين السعيد واجاي،
والوان تو التاني كان بين السعيد ومؤمن، وبنهاية سعيدة وانا بشوف شكل الكرة وهي داخلة جوه الشبكة، وحزينة وانا بشوف رد فعل السعيد بعد الجول، ما بقتش عارف افرح ولا ازعل. يعني انت طول عمرك في المركز التاني وجماهيرك بتطالبك انك تتطور وتحسن من ترتيبك، تقوم انت تفهم الموضوع غلط وتاخد تالت الدوري وتالت المجموعة في افريقيا؟ ده كلام برضه. ما تشوطش ما تشوطش ما تشوطش، خش بيها جوه، ما شوطش من عندي. هي دي هي دي. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة، شير في الخير. ولو عندك اي تعليق او كوميك سيبه على هاشتاج الكرة مع زدان وهينزل معانا الحلقة الجاية. اشوفكم على خير.